السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نشرح لكم اشنو كنقصدوا بفويسين. فويسين غادي تقراوه اما في الفنيريكس في الانتروداكتوري كورسز ولا غادي تقراوها في الفونولوجي. اوكي، يعني الفويسين بكل بساطه هو ديك الوضعيه ولا الحاله اللي كيكونوا عليها الاحبال الصوتيه. اوكي، يعني فاش كندويو على فويسين اتس اباوت ستيت اوف ذا فوكال كوردز. اوكي، يعني ديك الحاله ديال الاحبال الصوتيه. كاينين جوج ديال الحالات، واحد الحاله ان كيكون واحد الاهتزاز في الاحبال الصوتيه، والحاله الثانيه ما كيكونش حتى شي اهتزاز. اوكي، يعني هذه هي جوج حالتين، واحد الحاله كيكون فيها الاهتزاز في الاحبال الصوتيه، وبعض المرات ما كيكون حتى شي اهتزاز في الاحبال الصوتيه. اوكي، هنايا غادي يخرجوا لنا جوج انواع ديال الاصوات. كاين واحد الاصوات اللي فاش كنطقوهم كيكون الاهتزاز في الاحبال الصوتيه، هاد الاصوات كنسميوهم voiced sounds. اوكي، ولكن كاينين بعض الاصوات اللي فاش كنطقوهم هاد الاحبال الصوتيه كيكونوا صامتين، ما كيكون حتى شي اهتزاز. هادوك الاصوات كيتسموا voiceless sounds. اوكي، وكنرمزوا ليهم بصفه عامه ان دوك الاصوات اللي كيكون فيهم الرنه هنايا في الفوكال كوردز كنقولوا ليهم بلاس voiced، وهذوك الاصوات اللي هما voiceless كنقول لهم بكل بساطه minus voiced. اوكي، يعني هذه هي الفويسي، يعني كتعبر لنا على الحاله ولا الوضعيه اللي كيكون عليها الاحبال الصوتيه. نعطيك مثال، بحال مثلا بعض الاصوات اللي فاش كنجيهم كيكون اهتزاز، بحال مثلا ب هنا voiced sound، ولكن voiceless بحال ب. نعطيو مثلا بحال ت و د كاين الاهتزاز، ولكن ت ما كاينش. اوكي، نشوفوا مثلا الس والز، في الس ما كاينش حتى شي اهتزاز. اوكي، ولكن في الز كاين. مثلا م كاين الاهتزاز هنا في الاحبال الصوتيه. يعني هذا هو الشيء اللي كنقصدوا بالفويسين، هو الوضعيه اللي كيكونوا عليها الاحبال الصوتيه. كتكون واحد الوضعيه اللي فيها الاهتزاز، وكاينه وضعيه اخرى ما فيهاش الاهتزاز. فاش كيكون الاهتزاز دوك الاصوات كنسميوهم voiced sounds، ولكن فاش ما كيكونش الاهتزاز كنسميوهم voiceless sounds. المهم حاولوا انكم تشتركوا في القناه، لانني غادي في الفيديو ان شاء الله المقبل غادي ندوي لكم على المانر اوف articulation، وغادي ندوي على حتى البليس اوف articulation.